يا مساء الخيرات، يسعد مساكم بكل خير يا رب. اكيد كتير منكم شافوا الفيديو اللي انا جايبه السمك ده من سوق المسلم المطريه ب 120 جنيه الكيلو، وسالتكم اشويه ازاي؟ قلتوا لي يا حنونه هتشويه ازاي. بس انا الاول حبيت اعمل خلطه كده، انا ما كنتش بعملها بس شفت رشا الغفير عاملاها، نفسي راحت لها قلت اعملها. جبت الكبه بتاعتي وحطيت فيها قرنين فلفل اخضر وشويه كزبره خضراء وليمونه سليمه كده متقطعه ونص طماطمايه، والتحبيشة بقى بتاعة السمك المشوي، شوية شطة شوية ملح شوية كمون معلقة توم مفرية كبيرة، ولو حابين تحطوا فلفل رومي او فلفل هريسة كده. كل ده بيديني طعم حلو قوي قوي للسمك المشوي للخلطة بتاعته. وكوبايتين ميه، وضربت كل ده كويس قوي، وممكن تستكفي بكوبايه ميه بس انا خفت ما تكفيش فحطيت كوبايتين. ريحة بقى مش قادرة اقول لكم. وكمان هي اضافت جزراية مبشورة ناعمة، بس انا بشرتها خشنة كان طعمها احلى وكانت باينة جدا، بيدي سكارة كده في التمليحة بتاعتها. قلبتها كويس قوي وركنتها على جنب. زي ما قلتولي هات الصاجة وحطي عليها شوية ملح يا حنون بعد ما تسخن، وشوي مش هتطلع دخان. يلا نشوف طلعت دخان ولا لا. انا جبت الصاجة ورشيت عليها شوية، وما اجيب شوية ملح كتير شوية بس عشان انا اول مرة اعمل كده. بس حقيقي شكرا للي قالت لي كده، الف الف شكر. جبت السمك بقى وحطيته في الردة بتاعتي اهي، وبدأت ان انا ارصه على الجريلا بعد ما سخنت. ولو ما عندكيش جريلا تقدري تستخدمي طاسة قديمة، صينية قديمة، بس انا فضلت الجريلا لسبب. اولا الجريلا بتاعتي تيفال، فهتبقى تنظيفها اسهل واسرع، كمان حجمها كبير قوي، فهتاخد الكيلو سمك كله مره واحده بقى، مش غلبه كل شويه يعني. فعملت كده بصراحه، ده اللي حصل. المهم يعني رصيته كويس قوي، و يعني وهو على الناشف كده في الرده، ورصيته عليها. عايزين نشوف هيطلع دخان ولا مش هيطلع دخان. والحقيقة يعني الحمد لله ما طلعش اي دخان. بصوا بقى، عجبني عشان والله بيطلع دخان خفيفة جدا يعني، دخانة بصوا اهي. وهنبدأ ان احنا نقلبه مع بعض برضو. ارفعيها فوق شوية. نشوف بقى احنا بدأنا منين كده. يا باشا لا، حلوة حلوة، فكرتكم حلوة، شكرا. فعلا ما هيش مدخنة قوي. هقلبه كله بقى وبعدين نكمل الخطوات. طبعا قلبت كله بالترتيب على الوش التاني، وهستنيت اهو لما اتشوى. طبعا شايفين الدخانة اللي طالعة مش دخانة شوية سمك ابدا يعني. طبعا لازم تكون الدقة جنب ايدك وتكون باردة، عشان هو سخن فهتعمل له صدمة. دي اللي بتسهل عليكي عملية التقشير، ان الخلطة تكون المية باردة كده، والسمكة تطلع سخنة من على الجريلا، تروح نازلة تقول تش كده. الصدمة دي، ده حتى الموضوع ده في البيض بيخليه يتقشر بسهولة جدا. ان بعد ما اسلق البيض احطه في مية ساقعة كده بسرعة ثانية، هتبصي تلاقي البيضة يتقشر معاكي بمنتهى السهولة. نزلته كله في الخلطة، طبعا بياخد التمليحة لانه سخن، بيشد بسرعة الملح اللي في والطعم بقى، الكزبرة على الكمون على التوم على الليمون. طعم خلطة بجد حلو جدا جدا. انا كده خلصت الشوي اهو. كل حاجة اتضافت للخلطة بتاعة التشريبة بتاعة السمك مدياله طعم وريحة حلوة، سواء الجزر، الطماطماية، شوية الكزبرة الخضراء، التوم، الفلفل الحامي والفلفل البارد. يعني لا، كل حاجة. الكمون طبعا اوعي تنسي الكمون، وعصير الليمون. انا عصرت غير الليمونة اللي ضربتها، عصرت ليمونتين. بصوا بقى، الاكلة دي لا محتاجة شوكة ولا سكينة. شوية رز ابيض، طبعا قايله لكم عليه من بدري، طريقته سهلة وسريعة، ما بياخدش 10 دقايق. وسمكاية، سمكاية حلوة نفصصها مع بعض. طبعا ما تنسيش اجيب طبق فاضي. عود جرجير. بصي بقى السمكة. طبعا فكرة الصدمة اللي قلت لكم عليها، ان السمكة وهي سخنة جدا تروح نازلة في المية بتاعتها اللي هي الباردة دي، بتخليها تتقشر بمنتهى السهولة. هقشر واحدة كده احطها في الطبق عشان ناكل سوا. ما
تكسفيناش بقى، وطلعي بقى ايه، شايفين؟ ده بقى اللي مخلي السمكية دي غالية، بس اللي بيعرف، اللي بيعرف. طعمه حلو قوي. دي ايه؟ يا لهوي انت شفتي كده؟ هو ده اللي مغليه يا جماعة والله. طبعا كلكم كتير منكم في سمك بيتسرق هنا. كتير منكم كتب لي في التعليقات وقال لي يا حنون ده مش مبطرخ، ده انا قشرته قدامكم اهو. وبصوا بقى الرز كده مش بالمعلقه، هو مع السمك المشوي ده وبس، مش اي حاجه تانية، بس كده. طبعا بقيه الدقه اهي، لو حد يحب الملح اوفر او طعم الدقه اوفر هيبدا يحط حته في الدقه. تكليب عيش، تكليب رز، تكليب زي ما تكليه، تكليب الف هنا وشفا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.